لو عايز تبقى غني اتعلم لغة الفلوس. لما الطالب بيروح كلية الطب بيتعلم لغة الطب وبسرعة بيقول الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي، واللي بيروح مدرسة الطيران بيتعلم لغة ربان الطيارة، كلام مختلف زي مقياس الارتفاع والجناح والدفة، وكده لكل مجال كلامه وكلماته. نفس الكلام بينطبق على لغة الفلوس. الكل عايز يبقى غني بس مش كله بينجح في ده. لو انت عايز تبقى غني اتعلم لغة الفلوس. لما تتعلم لغة الفلوس هتتعلم لغة 10% من سكان العالم اللي مش قلقانين على الفلوس. لو استثمرت شوية وقت كل يوم تتعلم وتشتغل على تزويد قاموسك هتبقى فرصتك أحسن تبقى جزء من دول اللي هم 10%. وأهم من كده إن تعلمك لغة الفلوس هيقلل فرص تورطك في نصب أو وعود غنى سريعة. الحاجة الحلوة إن تعلم لغة الفلوس مش هيكلفك كتير، في الحقيقة ممكن تتعلم أغلبها ببلاش من خلال التدوير على النت وقراية كتب التمويل اللي بتساعد على تطوير مهارات كسب الفلوس وصرفها واستثمارها، أو تتفرج عليا أنا محمود مصطفى شحاتة. والكتب اللي بتتكلم عن سيكولوجية الفلوس وقراية الأخبار المالية ومتابعة المجلات الاقتصادية. لو عايز تبقى بارع في حاجة اتعلم لغتها. لو عايز تبقى غني اتعلم لغة الفلوس. العلم يبدأ بالكلام. زمان كانت الأرض والعمالة ورأس المال هم العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم. بقت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي العلم والإبداع والذكاء والمعلومات. والأمم المتحدة بتقول إن اقتصادات العلم بتستحوذ دلوقتي على 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبتزيد بنسبة 10% سنويا. وتعالى بقى أقول لك على 4 أنواع من الناس بيدخلوا فلوس، وكل واحد مصدر دخله إزاي وبيفكر إزاي. الموظف. كلام المربع رقم اي اللي جاي من المربع اي ممكن يقول انا بدور على شغل امن ومرتب كويس وحاجات حلوة. الكلام ده بيقولك ان القيمة الاساسية عند الواحد هي انه يبقى مأمن نفسه عشان يتغلب على الخوف. والناس اللي بتمسك بالامان رد فعل للخوف بتحب تتفق على الحاجات مكتوبة وتعرف بالظبط هتاخد ايه وايه الحاجات، زي التأمين الصحي مثلا اللي صاحب الشغل بيقدمه للموظفين. رقم 2 حد شغال لحسابه. كلام المربع اس اللي جاي من المربع اس ممكن يقول سعر ساعتي $25 او عمولتي المعتادة 6%، او مش لاقي حد مناسب يشتغل على المشروع ده ويعمله صح، او انا شغال على المشروع ده اكتر من 20 ساعة. اللي في المربع اس بيحبوا يبقوا رؤساء نفسهم او يعملوا شغلهم الخاص، ولما يجي لهم خصوص المال مش بيحبوا يبقى دخلهم متعلق بحد تاني. لو شغلوا كتير بيستنوا ياخدوا فلوس على شغلهم، والعكس صح. هم فاهمين كويس ان لو مش شغالين كتير مش هيلزم ياخدوا فلوس كتير، وهم ناس مستقلة جدا. رقم 3 صاحب المشروع او صاحب الشركة. كلام المربع بي اللي منتمي للمربع بي هيقول انا بدور على رئيس جديد يدير مشروعي او شركتي. اللي منتميين للمربع بي هم عكس المنتميين للمربع اس خالص. هم بيحبوا يحطوا حواليهم ناس تقدر تعمل الشغل احسن منهم، وشعارهم في الحياة هو ليه تشتغل بنفسك وفي ناس تانية ممكن تشتغل عنك وتشتغل احسن منك. اللي منتميين للمربع بي بيحبوا يشتغلوا على تطوير اعمالهم ومشاريعهم وشركاتهم، وبيجيبوا ناس ذكية وكفاءة تشتغل فيها. رقم 4 والاخير المستثمر. وكلام المربع اي اللي بينتمي للمربع اي بيقول هل تدفق الفلوس بتاعك مبني على معدل العائد الداخلي ولا على القيمة الحالية الصافية؟ طريقتين للتحليل تدفق الفلوس بتستخدم في المقارنة بين المشاريع والخيارات الاستثمارية المقترحة. المستثمرين بيجنوا فلوس من الفلوس، وهم مش محتاجين يشتغلوا عشان فلوسهم بتشتغل عندهم، وهم عارفين ازاي تشتغل الفلوس، عشان كده هم يعرفوا لغة الفلوس وبيتكلموها بسلاسة.